مساء الخير يا إيهاب. اهلا، مساء النور، ازيك؟ انت ازيك؟ الحمد لله. تمام. ايهاب، ابتدي بانك انت تعرفنا بنفسك، وعايزاك تقولي انت ليه بتعمل سلسلة الفيديوهات اللي احنا بنبتدي فيها. انا اسمي ايهاب قاسم. مواليد القاهره، طبعا عندي 62 سنه. اشتغلت في بنوك معظم حياتي، في بنوك اجنبيه عالميه وبنوك مصريه كمان. وعندي 5 كتب منشوره، معظمهم يعني بيهتم بمصر، ومنهم الكتاب الاول مصر اللي هو صدر قبل الثوره ب4 5 اشهر، حوالي سبتمبر 2010، قبل الثورة على طول. وعندي كتابين، قصص قصيرة وروايتين منشورين. موضوع الهوية المصرية بقى موضوع ساخن جدا مؤخرا، خاصة بعد ثورة 25 يناير. ف قولي، انت من امتى ابتدى اهتمامك بالفكرة دي هي وليه؟ الحقيقة الفكرة ابتدت مع أحداث 11 سبتمبر، وكنت وقتها بشتغل في جنوب أفريقيا في أحد المؤسسات المالية العالمية، وحصلت الأحداث وضرب البرجين في أمريكا في نيويورك وكده. وكلمتني صديقة، كان في عيلة مصرية جنبنا، فكلمتني صديقة عزيزة من العيلة ديت وقالت لي الحرب العالمية الثالثة قامت. انا طبعا ما كانش عندي تخيل وتصور، قعدت اتفرج على منظر الطيارتين وهم بيخبطوا في البرجين، وانا مستغرب جدا من الحكايه دي، مش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط، وانا على بعد الاف الكيلومترات من مصر طبعا. وكان معايا عيلتي وقتها، آه، ادهم وفريده وزوجتي داليا. وسالت نفسي سؤال، انه طيب بما ان انا لازم هرجع مصر، ما كانش عندي طبعا اي فكرة عن الهجرة او ان انا اسيب مصر، بالعكس انا كنت عايز ارجع مصر طبعا، لكن كان في يعني شغل، فكنت بتحرك مع الشغل. فقلت طيب ليه مصر ما تكونش بلد متقدمة؟ فين المشكلة؟ وجبت ورقة وقلم وقعدت اكتب، طيب نعمل ايه في الاقتصاد؟ 1 2 3 4، ونعمل ايه في السياسة؟ 1 2 3 4. بس بعد 10 دقايق كده بصيت للورقة، ويعني قلت لنفسي واضح ان انا يعني ساذج جدا. هو مين اولا هيقرا الورقه دي؟ او الورقه دي فعلا قيمتها ايه؟ وهل انا عندي المعلومات الكافيه علشان اقعد اقول هعمل كده في السياسه وفي الاقتصاد؟ وهل عندي الباور الكافي ان انا اقول طب هغير؟ ولقيت انه جايز يكون في طريقه تانية انه ممكن اساهم بيها في فكره ان البلد تبقى، مصر يعني تبقى افضل. وفعلا قعدت كده اقول طيب ماشي، احنا كنا امتى افضل؟ وابتديت كده في دماغي استعرض تاريخ مصر الطويل قوي، ايا كان 7000 10000 ايا كان عدد السنين، بس هو تاريخ طويل جدا. وقلت امتى احنا كنا افضل؟ و يعني انا شايف، واعتقد ناس كتير جايه تتفق معايا في الحكايه دي، ان احنا كنا افضل في حقبتين واضحين جدا. الاولانيه اللي هي فتره الحضاره المصريه، والتانية اللي هي الفتره الليبراليه اللي احنا دايما بنتكلم عليها دلوقتي، بنجيب سيرتها كتير قوي. طب ايه العامل المشترك اللي كان موجود في الاتنين دول؟ انا بعتقد، وده يمكن ناقشته في الكتاب ويمكن هنناقشه بعد كده في حلقات تانية، انه المصريين كان هويتهم واضحة وانتمائهم واضح. ولما بنتكلم كده بنتكلم على المينستريم، يعني على المينستريم اللي هو يعني القطاع العريض من المصريين، بقى عندهم توجه واضح او عندهم فكر واضح عايشين بيه. وبالتالي مرتبط الفكر ده مرتبط بالارض وبالثقافه وبهم عايزين يبقوا ايه وعايزين يوصلوا لايه. فلما وصلت للحكايه دي ابتديت اشوف طب هو يعني فكره الهويه ديت فعلا ليها معنى، فعلا ليها قيمه وهكذا. وابتديت ان انا على قد ما اقدر اقرا، ويعني ما اقولش انا درست طبعا، لكن حاولت ان انا اقرا واعرف اهميه فكره الهويه دي. فلقيت فعلا انه مثلا في مجلدات عن هويه فرنسا، في عن هويه المانيا وهكذا. فاحنا مش بنتكلم في حاجه مش موجودة. ودي كانت البداية، انه ممكن يكون في حاجة تانية نبتدي بيها كلنا وتبقى يعني واضحة، ونقدر ان احنا كمصريين نلتف حواليها، وهي دي تاخدنا الاول طريق ان احنا نصلح كل او يعني كل الحاجات اللي احنا عايزين نصلحها.
الكتاب بتاعك الأولى مصر، ايوه واحنا هنلاقي اللينك بتاعته في البايو، بيتكلم على عناصر الهوية. وانا كحد مهتم بالفكرة دي هي ودرستها يمكن في السوسيولوجي، هي للأسف ملهاش يعني مفيش اتفاق على العناصر دي، كل حد بيعرضها من وجهة نظر مختلفة. فأنت من وجهة نظرك ايه هي او انت الفريم اوف ريفرنس بتاعك لعناصر الهوية كان ايه بالظبط؟ الحقيقه انا وانا بدور على فكره الهويه والانتماء وكل الحاجات دي، لقيت كتاب لصامويل هنتكتون كتبه بعد احداث سبتمبر اللي هو انا ابتدينا بيها الكلام، والصدمه اللي حصلت في امريكا. فهو كتب كتاب اسمه هو ار وي او من نحن. ودي حاجه بتحصل لشعوب كتيره جدا في فتره الازمات، ان هم بيرجعوا يقولوا طب هو احنا مين، علشان نقدر نفهم بس ايه اللي حصل لنا وده حصل لنا ليه. وطبعا كان السؤال اللي موجود في امريكا في وقتها بقوه، ليه بيكرهونا، لماذا يكرهونا؟ ده كان سؤال مطروح بقى بقوه شديده جدا في المجتمع الامريكي. احنا عندنا اسئله تانية مختلفه، اللي هو احنا مين، ده سؤال بقى يعني موجود. او انا دلوقتي بتكلم برضو على وقت من 11 سبتمبر لحد طبعا ثوره يناير لحد النهارده، واحنا عندنا سؤال قوي جدا، احنا مين. فهو برضو كان الكتاب بيقول نفس الكلام، هو ار وي، احنا مين. فدي كانت، فانا خدت بقى الريفرنس بتاعي كان عن الهويه يعني، او عن ايه هي الهويه وايه هدفها وايه مكوناتها. خدتها من صامويل هنتكتون لانه كان في وضع جايز مشابه جدا للوضع اللي احنا فيه النهارده. عناصر الهويه بتختلف زي ما انت قلت في الكتاب بتاعك برضو، انها بتختلف من فتره او من حقبه زمنيه للتانيه، وفي حاجات بتبقى في الصداره وحاجات بترجع تاني في الخلفيه، بتختلف على حسب احتياجات الأمة لتحديد هويتها دي هي. فأنت شايف الوضع الحالي ايه الحاجة الأساسية اللي بتحكمه؟ لا أنا يعني أنا شايف الوضع الحالي اللي بيحكمه الاختيارات. يعني هو احنا بندي يعني حجم كبير قوي لفكرة الجينات، الناس دلوقتي بتتكلم على فكرة الجينات أو فكرة طب احنا جينا منين، طب احنا وهكذا. لكن في كمان يعني وزن كبير لازم نديه لفكره كمان الاختيار، اختيارنا احنا عايزين نختار ايه. انا هفترض ان انا جاي من بلد تانية، انا هفترض ان انا جاي من اوروبا اي حاجه، وجيت عشت في مصر بقالي 50 سنه او 30 سنه، هل عايز انتمي اليها ولا لا؟ هو دي حاجه يعني. ففكره الاختيار دي فكره مهمه جدا جدا. واحد يعني هنتكتون كان بيقول في الكتاب بتاعه انه هويتنا بتحدد اختياراتنا، واختياراتنا بتحدد مستقبلنا. فهو ده كل الحكايه. حتى اسم الكتاب الاولى مصر عن هويه مصر ومستقبلها. فانا عايز اربط الحكايه بانه حتى لو جايين من مكان تاني، هنفترض جدلا ان كلنا جايين من مكان تاني، رايت؟ النهارده عايزين نبقى ايه علشان بكره عايزين نبقى ايه. هي دي ده مربط الفرس يعني، ده اهم يعني حاجه في الموضوع. تمام. اشكرك.